ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مافن شوكولاته خطير جدا، سهل بسيط، طعمه لذيذ جدا. وبصوا شكله مغري ازاي يا ولاد، شكله وطعمه خرافي. بصوا هتشوفوا كده هش جدا ولذيذ وسريع في نفس ذات الوقت، وممكن تعملوه في الفرن، ممكن تعملوه في الميكروويف. هنعمل ده وهنعمل ده وهتشوفوا النتائج بتاعته عاملة ازاي. يلا بينا نبدأ في وصفتنا. معانا اول حاجة هنا 2.4 كوب من الدقيق وعليهم رشة من الملح، نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، 1.25 كوباية من الحليب، 1.25 كوباية من الزيت، ومعانا 1.25 كوباية من السكر، و3 معالق كبار من الزبادي، ومعلقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان دي اختياري، وفانيليا، ومعانا 3 بيضات، وهناخد رشة كده من الخل، ومعلقة ونص من البيكنج باودر اهو. يلا بينا نبدأ في أول حاجة. معانا كده الدقيق هننخله، لازم أي كيك لازم يتنخل الدقيق مرة واتنين كمان، يعني لو حابين تنخلوه مرتين تمام. أنا هحط كده بالتقريب البيكنج باودر حوالي معلقة ونص، ماشي. هنخل كله مع بعضه، الدقيق مع البيكنج باودر مع الكاكاو، هننخلهم كده نخلة متينة اهو. مش عارفة ايه نخلة دي، بس يلا تمام قوي كده. ولوز اللوز بس حلو قوي كده. بصوا بيبقى فيه تكتلات ازاي في الكاكاو، فيعني نخلي بالنا من الحتة دي، ان احنا ننخلها يكون افضل. واختاروا نوع كاكاو خام يكون يعني كويس. انا هنا مستخدمه نوع اسباني، كاكاو خام اسباني، بجيبه بالوزن من بتاع مستحضرات المستحضرات، مش مستحضرات، استنوا معايا، مستلزمات الحلويات. شفتوا بقى جت ازاي؟ يعني معلش، ما علينا. المهم يعني نديله كده بقى تقليبه مع بعضياته، ونجيب هنعمله في الخلاط. حابين تعملوه بالمضرب الكهربائي، مضرب يدوي، براحتكم خالص. عايزه اقول لكم ان الحليب اللي انا حاطاه ده 1.25 كوباية من الحليب سخن، ماشي، حليب سخن مغلي. بس مش هحطه دلوقتي، هضرب دلوقتي البيض مع السمنه ضربه كده حلوه مع الفانيليا، ماشي. خلي بالكم من ايه الخطوات واحنا بننزل كده. لو انتوا اول مره تشوفوا القناه، حطوا صباعكم حالا بالا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس، دوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين ما تنسوش اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك، ولا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته عشان ما ازعلش منيكم. حطينا دلوقتي بيض، فانيليا، حوالي معلقه صغيره من الخل. هننزل كده ب1.25 كوباية من السكر العادي بتاع الشاي اللي احنا بنحطه على الشاي اهو. نديله ضربة كده متينة في الخلاط ونرجع. بس نبدأ بقى نكمل باقي الأشياء. هنحط كده الزيت عشان نحاول بقى ايه نخلي الخليط، ما نحطش اللبن مغلي على طول في الخليط اللي فيه البيض، ها خلي بالكم. وهنضيف ايه تاني؟ 3 معالق كبار من الزبادي. الزبادي ده بيخلي اي كيك تحفة يا ولاد. وهنحط 1.25 كوباية من الحليب المغلي، ونديهم ضربة متينة في الخلاط. تمام كده. انا هعمله، حابين تعملوه في صينية الكب كيك تمام. هنا كنت نسيت احط قهوة سريعة الذوبان، فحطيتها اهو هنا على الدقيق، ممكن تحطوها على الخليط عادي. فانا هعمله في الكبات الفويل دي، على ان الصينيه بتاعتي حكيت لكم قصتها قبل كده. وهنا معايا قطع شوكولاته، حطيت عليها شويه كده من الدقيق عشان ما تترسبش تحت كده في القعر بتاع الكبات دي. او ممكن شوكولاته شيبس، شوكولاته مطبخ، اي نوع شوكولاتات حابين تحطوها حطوها. هننزل بقى كده، بصوا الخليط تحفه ازاي وناعم. هننزل كده بالخليط كله ونبدأ نقلب، وخلي بالكم قلبوا كويس عشان ساعات الدقيق بيبقى تحت مش بيكون متقلب كويس، فقلبوا هذا الكلام كويس. الكبات دي انا دهناها بدهنة من الزيت وحطها في الصينية. طبعا الصينية ما فيهاش حاجة، هنعمل حاجة تانية هوريها لكم برضو، يعني خلينا ماشيين واحدة واحدة.
حطوا اللايك واقعدوا في الفيديو للاخر وما تعملوش تخطي للاعلانات عشان ما ازعلش منكم. زي ما انتوا شايفين كده قلبنا بقى المكونات السايلة مع المكونات الجافة، واهو زي ما انتوا شايفين مستمرين في التقليب. بصوا بيبقى لسه فيه دقيق كده، هفضل اقلب لغاية ما كمية الدقيق اللي عندي تبقى مفيش خالص ولا زهرة ولا اي حاجة، تبقى اتمسحت كده. اهو شايفين ازاي؟ بصوا بقى القوام بتاع المافن يا ولاد بيكون تقيل شويتين عن الكيك العادي، ماشي؟ اهو ضفنا بقى كمية الشوكولاتة اللي احنا مقطعناها، دي شوكولاتة مطبخ عادية مقطعينها قطع صغيرة. حابين تحطوا شوكولات شيبس تمام، في شوكولات كيوبس كده بتتباع برضو تمام، اي نوع شوكولاتات. مش حابين تضيفوا براحتكم، بس الافضل ان انتوا تضيفوا. تمام قوي كده. اللوز هنبدأ بقى نصب في الكبات دي. هضيف هصب في كل الكمية في الكبات، واللي هقول لكم هنعمل ايه تاني. طبعا مش هنملى القب للاخر علشان طبعا لسه هيعلى في الفرن، فبدل ما يفور فوق كده فهنحط زي ما انتم شايفين كده كمية، يعني النص كده بالتقريب، النص. ماشي اهو، حلو قوي كده. تمام كده. اللوز شايفين القوام؟ حطوا اللايكات وشيروا لاصحابكم واعملوا الكب كيك ده، ينفع الولاد تاخدوا معاهم معاها في اللانش بوكس اللي رايحين تمرين، او انتوا حابين تاكلوا الولاد حاجه في البيت معموله نظيفه وضامنينها وضامنين الحاجات اللي احنا حاطينها فيها، يعني وطعمه بقول لكم خرافي. جربوه وانتوا تعرفوا، وسهل وفي نفس ذات الوقت سهل، ويعني ما فيهوش مكونات من بره البيت قوي يعني، وحتى لو جبنا مكونات مش مكلفة. اهو بصوا ازاي بقلب قبل ما احط، علشان الشوكولاتة، قطع الشوكولاتة دي يكون كله فيه. اهو هنا كانت الكبات بتاعتي خلصت، وانا عايزة اعمل لكم فكرة اخرى. استنوا بقى خليكم معايا عشان تشوفوا الفكرة الاخرى دي. هدخلها على فرن سخن على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. طبعا مش هنولع شواية، اللي عنده مروحة ينفع يشغلها، ولغاية ما يستوي نختبره بخلة السنان. حوالي بعد ربع ساعة نختبرها بخلة السنان. هنا هحط كده شوية من الشوكولاتة على الوش، من قطع كده الشوكولاتة على الوش. حابين تضيفوا بقى ممكن تحطوا شوكولاتة بيضة تمام، ممكن حابين تضيفوا مكسرات عندكم تجرشوها وتحطوها برضو تمام. دي مجرد أفكار، وطبعا كل واحد يحط المتوفر عنده والأشياء اللي بيحبها. اهو بصوا هنحط كده في كل كب كام حتة كده من الشوكولاتة، يعني منظر جمالي وفي نفس الوقت بتدي طعم. حطوا اللايكات اهو. تمام قوي كده. اللوز يلا بينا بقى ناخد هذه الصينية وعلى الفرن. بصوا بقى معانا اهو، معانا الكب ده بقى الكرتون، كوباية الكرتون حطيتها دهنة من الزيت، وهحط برضو نصها كده وهدخلها الميكروويف. ايه رأيكم بقى؟ في دقيقة او نص كانت تمام. حطيت في المرة الواحدة 3 كبات، انا عملت 5، يبقى مرة عملت 3 ومرة حطيت 2. اخد من دقيقة ونص لدقيقتين. وبرضو اختبرته بالخلة بتاعت السنان او خلة الشيش تاووك، وكان تحفة. هتشوفوا دلوقتي. بصوا بقى النتيجة، شايفين بعد ما طلع من الميكروويف يا ولاد؟ بصوا بقى ارتفاعه قد ايه، تحفة برضو ولذيذ، والله لذيذ اهو. بصوا هنا خلاص بقى طلعنا كله، طلعنا ده وطلعنا ده، سيبناه هنسيبه بقى يبرد شوية. معانا هنا كيس من الشوكولاتة، صوص الشوكولاتة. هنبدأ كده نزينه اي تزيين عشوائي كده، يعني انا مش هديله كتزيين، انا بديله كطعم، يعني بيدي طعم حلو صوص الشوكولاتة اللي على الوش ده، وشكل كمان في نفس الوقت. شايفين قطع الشوكولاتة باينة ازاي يا ولاد اللي حطيناها على الوش اهو. بس في اسهل بقى من كده؟ لا،
اهو تمام قوي كده، ولوز اللوز يا ولاد. انا كان خلاص هو كان الصراحه الكيس ده اللي عندي، واحنا كده خلصنا وصفتنا البسيطه. جربوها، قولوا لي رايكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم